عندنا نوري القلاف مرشح الدائرة الخامسة أبو سلمان، وأخيرا وليس آخرا مرشح الدائرة الخامسة أبو سلمان. نوري القلاف حياك الله معنا، وكان لك تصريحات كثيرة وتصريحاتك أتعبتني والله وأعجبتني للأمانة، ولكن اليوم راح نناقش كثير من هذه الأمور في المرة. راضين يبون لنا قهوة أبو حميد، شو الحل؟ نبلش من غير قهوة؟ بلش من غير قهوة، تجيلك القهوة. زين، بداية أنا يمكن في تصريح لمرشح الدائرة الخامسة نوري القلاف يقول الشباب ضاع بين طرفين يعمل كل منهما لمصالحه الخاصة. هذا كان لك تصريح صحفي قبل فترة. أنا حبيت أبدأ فيه ليش؟ لأن الوضع السياسي اللي عندنا الآن والحراك اللي نشوفه، نسمع دائما أنه حراك شبابي، حتى النواب السابقين اللي يسمون بكتلة المعارضة اللي قاعد نشوفهم اليوم يمشون في المسيرات وغيره، قاعد يتكلمون أن هذا الحراك حراك شبابي، أن الشباب هو اللي قاعد يقود، مو إحنا اللي قاعد نقود. أنت ليش تشوف أن الشباب ضايع؟ شو اللي ضيع الشباب؟ يعني صدق تصريحك هني ضايع بين المطرقة والسندان. زين؟ الشباب الحراك الشبابي هو يعني لو تلاحظ الشباب صحيح يقود، بس عندك النواب السابقين اللي هم غايب نفسهم، يبون أصوات الشباب. نعم. مو مهتمين في الشباب. ينادي الإصلاح عشان صوت وصوتين. يعني هل الشباب مغيب؟ تقصد هذا اللي توصله؟ مغيب. انا ارفض ان دائما نقول بان الشباب لا سياسي مغيب. هل شبابنا مغيب؟ لا مو مغيب. اذا انت قاعد تقول ان الشباب اليوم مستغل من قبل مستغل. هو يقول من طرفين. من الطرفين. منو الطرفين عاد استاذ؟ في نواب تغازل الحكومه. زين. وتدغدغ مشاعرها. نعم. لمصالح خاصه، مناقصات وشغلات. وفي نواب همهم الصدام، ودي تكون معي بالراي ولا لا؟ نعم. أنا ما ودي أتدخل في قضايا النواب اللي دائما يحاولون أن يكون صدام أو يكون هناك يحابي. لا ما نتدخل. أنا نتكلم بشكل عام. وضع الشارع. هذا الوضع الشارع. نعم. وضع الشارع الحالي. نعم. أنا وضحتك. نعم تمام. نعود إلى أنا يعني النقطة اللي قاعد تذكرها أيضا أشيد بالذكر أنك ذكرتها من خلال الصحف ومن خلال تصريحاتك، وتكلمت وذكرت بأن الإصلاح يبدأ بالعمل والبدائل، فهذه يمكن نقطة إيجابية. ولكن دعني ناقش ابو سلمان وتصريحاتك. يعني ما شاء الله ابو بندر بدا معاك باحدى التصريحات اللي كنت تتكلم فيها عن الجانب الشبابي، وان الجانب الشبابي اصبح بين بين الميتين. ولكن دعني اتكلم عن المنافسه الانتخابيه. اليوم عندما جاء ابو سلمان ليشرح المنافسه الانتخابيه شرحتها بصوره جدا جميله. ذكرت ان المنافسه الانتخابيه لا تصلح لان تكون ميدان للتكسب، من اراد ان يتكسب فهذه مو مكان للتكسب. وايضا ذكرت بانها لا تصلح للاستعراض السياسي. شنو يعني لا تصلح للاستعراض السياسي والتكسب السياسي والمنافسه الانتخابيه؟ اذا مو بهالصوره شلون تقدر تشرح لي الصوره الانتخابيه والمنافسه الانتخابيه؟ اعمار وطن. نعم. انت بتصلح وطن ولا هي حق مصلحتك الخاصه؟ سؤال بس. وهل هناك بعيدك السؤال بسؤال. وهل هناك من يحاول ان لا يصلح الوطن من خلال المنافسه الانتخابيه؟ حق مناقصات، لجنه مناقصات داش. اشرح لي. يعني المصالح الشخصيه الشخصيه المصالح اشرح لي. تبقى المصالح الشخصيه تبقى على مصالح الوطن. هذا من الفساد، لان سوء الاختيار. تختار اللي بيصلح الوطن مو على مصالحها الخاصه. مناقصات وكذا وتعطيني المناقصه والمساومات يصير بين الحكومه. خلينا نكون واضحين. نعم. أنا لا أتكلم عن ما بعد النجاح والوصول إلى قاعة عبد الله السالم، أنا أتكلم عن قبل الوصول، أتكلم عن العملية الانتخابية بحد ذاتها، العملية الانتخابية والمنافسة الانتخابية أثناء الانتخابات، يعني قبل التصويت، هل الفترة الشهر اللي احنا عايشين فيه حاليا. نعم. التكسب والاستعراض السياسي شنو كنت تقصد فيه؟ يصير بيعات. يعني نقولها لك حكي وايد ينقال وقت الندوات. مقايضة. نعم. ويتبخر بعدين. لا مقايضة. شلون مقايضة؟ عندك 2000 صوت. ايه. انا اعطيك 2000. هذه الاربع اصوات. ايه. تطلع باربعه. تبادل يعني. تبادل مقايضة. انا اتكلم عن حاليا. الحين ما في. ايه. الحين شلون الطريقة الحين ما في تكسب، الصوت الواحد ما في تكسب. نعم. بينجح ينجح ب 2000. كل واحد يقول يلا نفسي. 3000 ناجح. نعم. اللي بالرقم هذا. الحين الصعبة بينهم
بين المرشحين. اذا لن يكون هناك استعراض سياسي كما ذكرت. لا يصير استعراض سياسي. نعم. يصير من ناحيه القضايا يعني استاذ نوري؟ لا في بعد في من يطرح قضايا وقت الانتخابات ممكن يتكسب، وايد قضايا يتكسب فيها ناس يعني. طبعا وقت الانتخابات يتكلم في قضايا راح اسوي وراح اسوي وراح بس. اسوي، وقت اللي يوصل تلفون مسكر. مو مسكر، مو موجود، طالع من بيته. صحيح. زين يمكن أستاذ انا قبل شوي ابو سلمان ذكر نقطه مهمه قبل يعني اثناء الفاصل، ودي بمثل الاريحيه اللي كنت قاعد اتكلم فيها قبل شوي، يعني مثل الصراحه اللي قلتها قبل شوي، تكون صريح على الهواء، وانا يعني احدك صريح. قلت لك هل يعني ضامن الفوز في الخامسه؟ ضامن تعيش باكر؟ طبعا الاعمار بيد الله. الاعمار بيد الله. نعم، ولكن قراءتك. قراءتي؟ اي. الحين الوضع في احتمال في احتمال ضعيف يعني. هو ليش ما يسالك ابو ضعيف. سلمان؟ انت يعني في دائره قبليه صحيح. طبعا انا اعرف معروفه انها دار الشارع. دائما يطلع من دار 10 الشارع. نعم. نواب من القبائل، لكن مع ان على فكره يعني الدائره الخامسه فيها من العائلات والاطياف الاخرى غير القبائل ترى اصوات مو هينه، مو مو 8000 بسيطه، 8000 اكثر يمكن بعد من 8000 لكن بالحضر. انا عارف العدد. يعني مره اتوقع يمكن بالرقه يمكن لما اتحدوا بعيد عن اتحاد العجمان كانوا مسيطرين على الرقه. لا انا مو هذا يعني كان السؤال. انا ما اتحدوا كنا المطران مع الكندري. مع أنا ما- الكندري. الكندري نجحوا ونجح اثنين. الكندري ونجحوا. انا ما كنت سائلك هالسؤال علشان ابين لك انت قبل يعني قبل انا قلت لك هل متوقع الفوز؟ قلت لي انا حتى لو ولدي بيني. هم كلهم حريه. نعم. وقلت ان انا عندي هدف ابي اوصله، شنو يعني شنو الرساله اللي كنت بتوصلها؟ اذا انت مو ضامن الفوز ليش نزلت المشاركه؟ اوكي. يعني انا الحين بنظرك الانسان مسير ولا مخير؟ يعني هذه قضيه فلسفيه ما حد يتفق عليها. لا، ندخل مخير فيها. الإنسان. يعني لا ندخل فيها مخير. كفر. لا مخير الانسان. هذه ما يكون مجبول للطائفه او القبيله. نعم. انا انسان حر نعم. متعلم ومثقف نعم. ودرست واخذت شهادات عليا. نعم. تجرني الطائفه لاصوت للطائفه او للقبيله؟ لا. نعم. انا مقتنع بالشخص الامامي اعطيه صوتي، مو مقتنع ما اعطيه صوتي. ليش ما خليت مشاركتك كتصويت؟ ليش اذا ما كنت ضامن الكرسي ليش نزلت؟ هل يعني في قاعده عندك ابو سلمان؟ انا في قاعده في دواوين مريتهم ويعني موجودين. في قالوا لك عندي قاعده تدش الانتخابات الرقم وإحنا موجود معاك. 800 موجود 800. نعم. رقمي موجود هذا مال السنوات اللي طافت؟ لحد الان موجود. للحين محافظ عليه؟ ما موجود. المفروض هالرقم يزيد يا جماعه. ما يزيد. يمكن عشان صوت واحد 800 هالمره يعني تنجح يتدوبل. ترى ابو سلمان. يمكن ينجح. زين لانه هم لا ولكن المشاركه السياسيه مو صدفه، هي دراسه وتعالوا يا جماعه هل استطيع ان اصل للمجلس؟ ولا هي مجرد فقط مشاركه؟ هل جئت لاشارك فقط لاشارك؟ ام جئت اشارك حتى فعلا اوصل الصوت واتبنى قضيه واوصلها للمجلس؟ هل مشاركه من اجل المشاركه؟ لا اذا عندي هدف معين واللي هو هذا اللي بوصل له. احمد شوف باليوم قلت لك قبل. يبي يعرف أنا الهدف اللي ولد- عندك ابو سلمان. انا بيت يدي بنادي القار. نعم. يعني كنت اقدر انزل بالدائره الاولى. بس نزلت بالدائره الخامسه. الهدف شنو؟ الهدف انا كسرت النظام الطائفي. بس انت مو اول يعني من ينزل في الدائره لا انا كسرت لا نازل اول واحد للحين مع 4 مرات انزل بالدائره. الهندال كذلك نزل في الخامسه. انا 4 مرات. اي 4 مرات نازل. كسرت النظام الطائفي. الهندال هو من منطقه الفحيحيل. صحيح. هو من المنطقه العاشره. انا لا من المنطقه الاولى. ونازل هناك انا كسرت النظام الطائفي، ابي واحد قبلي يكسر النظام وينزل بالدائره الاولى. سياسه. سياسة. كل يتغنى على سياسته الخاصه فيها. وجهه نظر. هذا مو ديمقراطيه. لا يبرد الشاي. ما فعلا ديمقراطيه اكيد احنا جي 6 بي دي عندي ما اقدر. احط الورد قدامي وارجع لك. إيه؟ شفت شلون ناشبني ابو حميد قبل شوي؟ انا كنت خفت قاعد- يصير فيك شيء لا بالقصص. ايش كنت قاعد تقول لي قبل شوي؟ تكلمنا حول كلهم يتكلمون باللغه العربيه. شلون تبي احاكيك؟
كويتيين احنا. وحنا قاعد نتحكى عشان لما واحد يتكلم إيه. مع الثاني إيه. نعرفه من لهجته، صحيح نعرفه من عيال جبله ولا عيال شرق. صحيح. الحين يعني انا يوم تحكيت معك لغه عربيه حسيت اني من وين ما ادري من وين، لا ما ادري كويتي ولا لا، يعني ما ادري كلها تحكي اللغه العربيه ولكن خلينا مو مدرسه لا احنا. لا خلينا اقول شغله. نحن دائما في الاعلام نحترم الاعلام والعمل الاعلامي أوكي. له اسس. من اسس العمل الاعلامي انه خاطب جميع شرائح المجتمع العربيه، المصريه، السوريه، اللبنانيه، الكويتي، الخليجي، حتى يفهمني هل انا اتوقع ابو سلمان اذا نجح اول قانون بيحطه بيغير وزاره التربيه بيخلي اللهجه الكويتيه. لا مو وزاره التربيه، عندك الصحف اكتبها باللغه العربيه. اوكي. بس ولكن احنا الحين موضوع كويتي. إيه، واللقاءات على الهواء اوكي كويتي. ما تبي لغه عربيه؟ لا الحين لما تشوف عندك الندوات اللبنانيه. نعم لغه عربيه. لا صدقني لا انا يعني نختلف على هذه النقطه، ولكن يتكلمون باللبناني هذا المشحبر بعد. ابو سلمان دام انك تبيها بالكويتي، الكويتي. في واحد داز واتساب اي نعم. يقول لك سؤالي لضيفك ابو سلمان، نعم. في حال فرز الصوت الواحد، افرز الصوت الواحد مجلس ضعيف، ماني قايل لك ضعيف زين لا يرتقي بالتنميه والمشاكل العالقه. زين. السؤال بهالحاله هل تؤيد الاربع اصوات ام الصوت الواحد؟ لا والله استقيل واطلع. تستغل المجلس. اي لا، ضعيف. هو السؤال قبل المجلس لا اذا لا نجح. اذا افرز إيه. لا افرز إيه. المجلس. إيه. لا هذه اصير معارضه. صير- إيه؟ انا ابو اي حميد ابي اصلاح، دوني. ابي التنميه الشامله انا. نعم نبي التنميه شامله، بس انا ما خذيت ابو سلمان رايك بالمراه. يعني عرفنا استاذ الرازي كل سوى حق المراه. المراه. نعم يا حظ سوى حق المراه، نعم. ما سوى لها شيء. من اللي ما سوى شيء حق المراه؟ كلهم اربعتهم ما سووا. المراه ما سوى شيء حق المراه. ما سووا لها شيء. يعني ايش رايك بتجربتها السابقه؟ ما توهقوا لانه ما عرفوا، لان هناك كله مهاوش اي وصريخ صوت عالي اي وطقني وطقك وما فكانت ضحيه المراه. يخافون عدل. يخافون. وتتوقع التجربه الحاليه شلون تشوفها؟ هذا الحين يعني المراه ليش مو مشاركه الحين في الانتخابات؟ الدائره الرابعه والخامسه يمر. ما في. انا عطني الامان. ما في احد. انا عطني الامان الدائره الخامسه. تتوقع باكر في مره بتنزل بالخامسه؟ لا ما اتوقع. في مره نازله بالخامسه انوار القحطاني على ما اظن. اي في سحبت. الحين بوحده نازله بالدائره الخامسه. سحبت سجلت؟ انوار سجلت. قحطاني. لا بس كانت مسجله في الايام الاولى وسحبت. اوكي. إي، تم سحب عادي هذا نقرا يعني تشوف انه ما كان في مجال عدل. ما في مجال. لا نعم. وسلمان ما يبي كلام باللغه الفصحى. عموما خليني انوه على شغله مهمه. طبعا احنا ذكرنا في بدايه الحلقه بان غياب المراه في الدائره الخامسه والرابعه، لا المراه موجوده فقط في الدائره الخامسه وفقط، مو موجوده في الدائره الرابعه. والاستاذه انوار كامل القحطاني موجوده واقتضت التنويه وعذرا لان قلنا مو موجوده ولكن اسمها موجود انا قلت لك من الاسامي الاولى. الحمد لله. انا في تطور. إيه، راح ارجع لك في مره الخامسه موجوده الحمد لله. عندكم، فتقول لي ما في وانا بعد قلت ما ما في، ما في، شفت صدقت على الأسماء. في موجوده من رابع يوم مسجله يا أبو وهكتوني سلمان. على بالي معلومتي لا غلط. معلومتك صحيحه يا ابو كلها سلمان ثلاثة ولا ثلاثة تشوفها ثلاثة. اشاره. لا يسلم اول شيء على احمد واحمد سؤال عادي ويمسي على ضيوفنا بالخير ويقول بالنسبه لابو سلمان يقول شنو اولوياتك في حال وصولك الى مجلس الامه 2012؟ حارب الفساد، نعم استأصل الفساد. في كم وكيل وزاره معششين هذول نعم. نايمين. خليك عن يعني وكلاء الوزاره. انا ما ودي اتكلم عن وكلاء الوزاره بقدر ما ودي اتكلم عن عمليه المشاركه. اول شيء راح تسوي تروح على طول حق وكلاء الوزاره؟ لا طبعا ما هو يصير. في فساد اداري بالدوله. نعم الموظف عنده فساد اداري. نعم الموظف مو الوزير، الموظف دام يتاخر عن دوامه نعم. عنده فساد اداري. دام ياخذ اجازات قيام هذا عنده فساد اداري. رئيس القسم عنده فساد اداري. تمام. وين التنميه يعني وين تشوف التنميه ابو سلمان؟ اهم شيء المواطن. اهم شيء المواطن. التنميه اللي غيرها التنميه الاقتصاديه خلها على جنب. الحين نبي التنميه الانسان نفسه المواطن، هيكل الانسان نفسه الفرد بالمجتمع. الفرد هذا الانسان شلون انا انبيه فكريا وعقليا، اخليه يداوم على عمله في ثواب في عقاب. بس انت كذي انت عممت. قلت له لا ما يصير. لا الكل لا يعني شوف ما ننكر ان هناك الموظفين ما في عندنا موظفين تداوم تايمينج بالوقت لا المناسب. ما نرضى. هناك موظفين والله يداومون في موظفين وفي موظفين اي بس لا يعني في فساد
في موظف يعني في واحد فساد. تلاقيه أنا شايل ما راح- القسم إيه، ايوه كامل. موظف واحد شايل القسم، انا سلمان. موظف فيه 13 موظف. ابو سلمان انا ما راح خل اقول اتكلم جد. ابو سلمان ما راح نقول ان في فساد اذا كان الواحد يتاخر او ما يتاخر. هذا ليش نسمي ليش فساد يعني؟ ليش لا فساد؟ ممكن هناك حالات خاصه اللي شنو يستأذن ليش اللي يستأذن شنو اللي الحالات عندها الخاصه حالات هذه؟ اللي عندها طفل اللي عندها مثلا تاخير، بس لو مو معناته خليت في البيت مو خربت يا معناته أبو فساد سلمان. كلي. لا مو كلي، طيب جزء نقدر نحله، نقدر نحله. نعالج المشكله. نعم. ذكرت يعني من خلال تصريحك في احدى الجرائد بان شمس التغيير يعني ستشرق على الكويت، شنو تقصد بشمس التغيير ستشرق على الكويت؟ انت اللي كاتب بلغه عربيه مو طبعاً انا. انا نكتب لغه، انت اللي قايل لغه عربيه. صادق احمد. إيه، تشرق بالكويت اي انا ودي اركز عليها. التنميه. انا ارى ان الشمس موجوده من زمان لا انا بالكويت. بنطبق القانون. اذا كان هناك نطبق البعض قانون حجي. اذا كان البعض يحاول ان يشوه صوره الديمقراطيه ويحاول ان يكون كالغيمه على الكويت، فشمس الكويت اقوى من اي غيمه تواجهنا. ولا ترفض هالكلام؟ والله قمامه نازله علينا، والله شمس الحريه أقوى. والله طالعين يصرخون بالشارع. والله شمس اسره ال صباح حرقت كل من حاول ان يتطاول على الحريه. شفت بعمرك الدبابات تنزل بالكويت من سنه 90؟ انا ما ابي اتكلم عن هالنقطه، ابي اتكلم عن نقطه شمس التغيير ستشرق على الكويت. ستشرق قول لي شلون؟ ان شاء الله المشي. هو الحين بدايتها مو شايفه الصوت الواحد، تمام. تعتبره بدايه الشروق؟ بدايه التنميه. هل سيخدم؟ يخدم فئه كبيره. هل ستتغير الارقام في الدائره الخامسه؟ راح تتغير، قبل 16 و18000 إيه. الحين 4000. انت تقصد يعني اللي ما كان له حظوظ في السابق مع انه كان يعني كفاءه، يا اخوي مقايضه، الحين راح يصير له فرصة؟ مقايضه تعطيني 10 اعطيك 10 ونطلع زين. ب 16. يعني هم كان الحسبه كانت اسمها 5 ب5 والباقي برا ترى. نعم. 5 ب5 والواجب. انا يعني والله هذه هذه وجهه نظرك أسبابهم. ابو هذه سلمان، الأسباب. هذه وجهه نظرك وانت تتحمل يعني لا، رايك وأتحمل وهذا رأيي. رايك. نعم. 5 نعم. ب5 يعني ما في. هو رايك كتركيبه الدائره من الدائرة- ناحيه النجاح اي 5 ب5 والباقي ما لهم حظوظ يعني ما بالنسبه لهم حظوظ. للاعداد اللي موجوده الا التحالف مع بعض. الا التحالف. نعم. ما اتوقع انه في تحالفات قويه بالدائره الخامسه، بس الحين اكيد لك حظ بالتحالفات اي تحالفات، حلف مع ولا من ما راح تحالف خلاص. صوت واحد وين؟ نعم. هو ضميره. زين زين. ايش رايك نجيب لك شيء تشربه؟ شكرا. اجيب لك ماي تشربه نريح؟ لا انت بالماء انت نروح فاصل صغير نشرب ماي ونرجع نتواصل. نعم اكيد هو جو، اكيد احنا جو ديوانيه وكويتية. ونتكلم عن الاراء السياسيه، ولكن شفنا مع بعض الماده 36 من الدستور الكويتي وحريه الراي والبحث العلمي مكفوله، ولكل انسان حق التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابه او غيرهما، وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون. ايش رايك في هذه المقوله؟ شلون يطبقون هذا؟ ايش رايك بهالمقوله؟ هذا مرسوم. هل ترى ان البعض يطبقها؟ لا ما في. الجزء الاخير نعم. القانون ناسينه. من اللي ناسي؟ سب تشوف العلن نعم. والحنجره المرتفعه نعم. تكاد تعانق السحب. الله عليك. ابو سلمان اعطيك خواطر، اعطيك خواطر. ابو سلمان نعرف عربي احنا. اذا دشيت المجلس راح يكون لك يعني بصراحه صوت عالي ولا راح تكون يعني هادي وتطرح طرحات؟ والله حسب الليفل هو يتكلم معي. حسب الليفل. ليفل محتر اهلا وسهلا. ايه زين. بيرتفع برتفع معه بس. يعني مثل ما يعاملني عامله. بس تمام. انا ودي إن أردنا أن نتكلم عن قضية الإصلاح، إحنا قاعد نتكلم عن النقطة الأخيرة وهي نقطة الإصلاح. ندري أن في فساد في المجتمع مثل ما ذكرت، مثل ما ذكروا الأخوة الأفاضل. إذا بدينا وكنا نبي نسعى للإصلاح، شلون نقدر نبتدي الإصلاح من أول وجديد؟ نصلح الوزارات نفسها. نعم. الفساد الاداري هي ما فيها المشكله، هي كلها فساد اداري في الوزارات. يعني الادارات، في ادارات فيها تسيب. اذا كان الموظفين يداومون ويقامون على شق وظيفتهم ما في فساد. يعني اذا واحد يعني التلاعبات ما تصير اذا كان جميع الموظفين موجودين. نعم. التسيب هو سبب الفساد الاداري. في تسيب، في تسيب وظيفي. يعني لا تقارن القطاع الحكومي بالقطاع النفطي. القطاع النفطي تايمينج، اداهم بالوقت، ما في خصم فنش 15 مرة. انت ابو سلمان شديد بهالسؤال. فنش طبعاً. على طول. تفنشهم كلهم. لا حبيبي، انت تاخذ راتب ولا ما تاخذ راتب؟
تاخذ راتب، انت جاي تشتغل تنتج. بس كثير من الجهات الحكوميه ايضا تخصم على الموظف اذا تاخر. اوكي. لا ما في. شو فرق؟ ما في تاخر. عشان ما في، بالعكس ما في. في خصومات وايد قال. خصومات ما في، وزاره ما يعني في يمكن حالات وفي الاعمال خاصة. الممتازه اللي قاعد يشتغل عدل قاعد ياخذ لا ما في خصومات، يعني تدخل قسم مثلا في 17 موظف مداومين 2. لا مو صحيح، انت ترسم بصوره مو صحيحه ابو سلمان، متشائم لا والله قاعد اشوف بعين الواقع. انا طلعت انصدمت، انا طلعت من القطاع النفطي. ممكن شفت مكان واحد. انا طلعت من القطاع النفطي. اي. دخلت الصحه، وزاره الصحه. اي. رحت مستشفى عدن، الرقم واصل عندي 600. انا متى يجي دوري؟ انا مريض. طيب زحمه. زحمه ليش؟ شو السبب؟ نناقش قضيه المستشفيات، ما نقول ما في من متى بلشت يعني من متى المستشفى عندك انت؟ هذا الحكي ابو سلمان. متى المستشفى؟ لما تقول سالناك قبل شوي عن اهم الاشياء اللي راح تطالب فيها. طبعا هذا نعيدها كل مره نعيدها، الصحه والتعليم هذا موجود. شو نسوي؟ يعني الدائره الخامسه تبي 3 مستشفيات على الاقل، كثافه سكانيه عندك كبيره. انت في نسبه وتناسب. في عندك 11 مستشفى بالخطه هذه. شلون؟ خطه التنميه 11 مستشفى يبنون فيها. وين نفذوا شيء؟ ما نفذ. المرحله الجايه تشوف انه افضل بتكون ان شاء الله. تتفائل؟ ما اتوقع ابو سلمان شكله النظره سوداويه عنده. ان شاء الله يا رب تفائل. المره الجايه ان شاء الله لما نقابل كل سنه لا ان شاء الله لما نقابلك المره الجايه يكون في تفاؤل. كلمه اخيره لك ابو سلمان توجهها من خلال برنامج للامه اراده. بس نبيها بالعاميه ابو سلمان. للناخب للجميع. لا بالعاميه مو باللغه العربيه. اجعل كلمتك للجميع، الوطن. الوطن؟ نعم. ديروا بالكم على ديرتكم. ديروا بالكم على ديرتكم. يعطيك العافيه. ابو سلمان زعلان اليوم. لا ان شاء الله. لا زعلان شنو زعلان؟ طيب واضح هذا. ما نطلعك زعلان ان شاء الله. لا كلمه اخيره توجهها من خلال ومرشح الدائره الخامسه نوري الاستاذ نوري القلاف. ابو سلمان يعطيك العافيه. الله يعافيك.